السلام عليكم. النهارده اول امتحان فاينل ليا 1/7 النهارده. يعتبر معظم الكليات ومعظم الدنيا كلها خلصت امتحانات الا احنا لسه بنبدا. فالنظام عندنا في الكليه بيبقى صعب شويه من سنه ثالثه لحد سنه خمسة. ممكن احنا ناخد السنه يعني لحد شهر 8 ولحد شهر 9، وفي سنه خمسة بياخدوها لحد شهر 12. فالموضوع عندنا بيبقى صعب شويه يعني في الفاينل وكده. طبعا النهارده امتحان النهارده اللي هو الفاينل بتاع النهارده امتحنت عليه برضو اول امبارح. احنا عندنا الموديول، النظام بتاع السنة عندنا متقسم كذا موديول. تمام، الموديولات دي عبارة عن يعني أنف وأذن وحنجرة، وخدنا الرمد وخدنا بتاخد عن كل عضو في جسمك من كل مادة الجزئية بتاعته. فاحنا بناخد على الموديول الواحد 3 امتحانات. تمام، الامتحان الأول بنقول عليه اند موديول، والامتحان التاني العملي، والامتحان الأخير اللي هو الفاينل زي أي امتحان عادي. فانا اول امبارح كنت بمتحن على الاند موديول والعملي، والنهارده هنبدا الفاينل، وهنبدا برضو بالموديول اللي هو بتاع الاشعه والتحاليل. فدعواتكم، يلا نذاكر شويه. إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلا يخيب لنا في ربنا أمل، وإن أناخت بنا البلوى فإن لنا ربا يحولها عنا فتنتقل. الله في كل خطب حسبنا وكفى، إليه نرفع شكوانا ونبتهل. من ذا نلوذ به في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر نتكل. يا مالك الملك فارفع ما ألم بنا، فما لنا بتولي دفعه قبل. تعالوا بقى نتكلم في موضوع مهم جدا بالنسبه للطلبه اللي ناوي تدخل كليه الطب، او الطلبه اللي هم سنه اولى وثانيه طبعا، والست دفعات الاخيره في كليه الطب عارفين الموضوع ده. النظام الجديد اللي هم حاطينه لنا ده نظام فاشل، والله العظيم نظام فاشل، ما بيعلمكش اي حاجه خالص. للي ما يعرفش النظام بتاعنا، النظام القديم كان 6 سنين تدرس، 3 سنين اكاديمي و3 سنين كلينيكال وسنه واحده امتياز. دلوقتي بقوا 2.5 اكاديمي، 2.5 كلينيكال، وسنتين امتياز. النظام القديم كانوا بياخدوا الماده على بعضها يخلصوها، بعد كده ينقلوا على الماده اللي بعدها. انما دلوقتي انت بتاخد مديول. المديول ده عباره عن يعني زي ما بقولك كده، انت عضو في جسمك. انا بتاسف لكم، معلش ما عرفناش اكمل الفيديو هناك علشان الصحاب دخلوا عليا وانا بصور، فما عرفتش اكمل الفيديو هناك. وطبعا جيت تاني يوم ما فضلتش، تالت يوم النهارده بنصور بعد ما كنا بنصور الفيديو اللي فات ب3 ايام يعتبر. المهم ان احنا كنا بنقول ان النظام الجديد في كليه الطب ده ظالم للطالب. يعني هو بيديلك مثلا مده بالكتير خالص 7 اسابيع، هو ممكن يديلك اسبوعين، ممكن يديلك 4، بس اعلى حاجه يديها لك 7 اسابيع. ما بيكملوش زي ما بقول لك، ما بيكملش 7 اسابيع، بيديك مثلا 6 اسابيع ونص. المده دي انت بتذاكر فيها كميه كبيره جدا، كميه محتاجه على الاقل خالص شهرين عشان تخلصها. فطبعا انت مرتبط بمده معينه وعايز تخلص الكميه دي كلها في المده دي. فبتعمل ايه؟ ما بتذاكرش كل حاجه، لان انت لو بتذاكر كل حاجه مش هتلحق تراجع، فبالتالي هتدخل امتحان مش هتجيب درجه كويسه. فبالتالي الطالب بيتذاكى او بيتفزلك زي ما احنا بنقول، ويروح يبصمج اسئله السنين اللي فاتت، يروح معرفش يذاكر حاجات مهمه بس، ياخد كذا معلومه بس وما يكملش مذاكره باقي الموديول. فبالتالي ده ظلم الطالب ان هو ما اتعلمش كويس، فبالتالي بعد كده مش هيعرف يشتغل كويس. هو بس ميزه النظام ده ان هو بيديلك 5 سنين انت بتخلص فيهم وتتخرج، بتدخل بقى في الامتياز سنتين كاملين. فانت بقى بتحاول تتعلم على قد ما تقدر في السنتين الامتياز دول، وبتتعلم فيهم فعلا. يعني انت بتتعلم، هو بيقول لك انت طول ما انت في الكليه انت بتتعلمش حاجه، بدات ان انت تدخل بقى مستشفيات، وبدات ان انت تدخل امتياز تبدا تتعلم. فهو مديلك سنتين بدل السنه، فانت بيعوضك بالسنتين دول تتعلم في المستشفيات بدل 5 سنين اللي فاتوا اللي هم 2.5 اكاديمي. ومعنى اكاديمي ان انت بتدرس في كتب، ما بتروحش مستشفى ولا بتعمل حاجه، كل اللي انت بتعمل بتدرس نظري بس في كتب. السنتين ونص التانيين اللي هم من نص الترم الثاني في سنه تانية بتبدا ان انت تروح بقى مستشفيات، تبدا تاخد حاجات
عمليه، ان انت تاخد بقى جراحه، تاخد بطنه، تاخد علم شرعي، سموم. فبتبدا ان انت تتعمق في المواد الكلينيكيه. فنصيحه ليك، لو انت المديول بتاعك كافي ان انت تذاكر فيه وتاخد معلومات كويس وتدخل الامتحان وتجيب درجه كويسه، يبقى انت كده زي الفل، كمل زي ما انت. انما لو المديول الكميه فيه، كميه الدراسه فيه كبيره قوي والمده قليله، فانت بالتالي مش هتعرف تذاكر كل حاجه، ولو ذاكرت كل حاجه مش هتعرف تدخل الامتحان وتحل كويس. فبالتالي لازم تشوف نظام الامتحان بيكون عامل ازاي، وتذاكر الاسئله او تذاكر الجزئيات اللي الدكاتره بتركز عليها في الامتحانات علشان تجيب درجه كويسه. انت كل اللي انت محتاجه من ال5 سنين دول ان انت تجمع درجات علشان التكليف بتاعك يكون كويس، والتخصص بتاعك اللي انت عايزه يجي لك في الاخر. فانت تذاكر وتعمل عليه طول المديول، بس لو لقيت المده بتاعتك قصيره على الكميه اللي انت بتذاكر فيها، حاول تاخد المفيد بس. يعني انا في سنه اولى اول ما دخلت كنت بترجم كل كلمه حرفيا، ما كنتش بسيب ولا كلمه غير لما اذاكرها. جيت في اخر مديول اللي هو اول حاجه كان النورمال هيومن بودي، كان اول مديول كان مدته 7 اسابيع. طبعا انت لسه طالع من الثانويه، مفيش عندك حصيله من الانجليزي خالص، فانت بالتالي عايز تترجم كل كلمه. فانا وصلت لاخر المديول ما كنتش خلصت اي حاجه، يعني كان في 7 مواد مثلا ما خلصتش فيهم ماده كامله، يعني المواد اللي خلصتها خلصت نصها، خلصت 3/4، وما عملتش ايه، ما بصمجتش اسئله السنوات السابقه. اللي عمل كده الولاد اللي هم كان في مثلا اخواتهم كانوا اكبر منهم او زمايلهم اكبر منهم، ونصحوهم ان هم يبصمجوا اسئله السنوات السابقه علشان يدخلوا الامتحان هيلاقوا على الاقل خالص نص الامتحان من الاسئله دي. فانا ما عملتش كده، فبالتالي في المديول ده انا ما جبتش فيه درجه كويسه. فبدات اتعلم واحده واحده ان انت في المديول لازم ان انت تبصمج الاسئله دي، لازم ولا بد ان انت تبصمجها. بعد ما تذاكر طبعا، او خلاص انت ذاكرت نص المديول او ذاكرت نص المواد اللي عليك في المديول ده، فالنص التاني خلاص انت داخل على الامتحان، فخلاص سيبك من المذاكره خالص وبذاكرها بعدين في الاجازه. بس اهم حاجه تذاكر او تبصمج اسئله السنوات السابقه علشان هي دي اللي هتجيب لك الدرجات. انا ما بقولش كده عشان تهمل في المديول، لا، انت هتذاكر كده كده في المديول، بس لو اتزنقت في الاخر لا، الاسئله اهم من المذاكره. كده كده المذاكره انت معاك شهرين اجازه ولا 3 شهور اجازه، حاول تجيبهم فيه عادي. فالنصيحه دي مهمه ليك جدا، حاول تخلي بالك منها. وبالذات المعلومه دي مهمه للطلبه اللي ربنا يكرمهم ان شاء الله في الثانويه السنه دي ويدخلوا كليه الطب، او للطلبه اللي خلصت سنه اولى وداخله سنه ثانيه وما كانوش عارفين يعني يظبطوا دنيتهم في سنه اولى. فدي معلومه مهمه جدا. الطب جميل وكويس وسهل والله العظيم، بس احنا اللي بنصعب الامور على نفسنا، واحنا اللي ما بنذاكرش وما بنديلهوش اهتمام. والدليل على كده ان انت معاك ناس في الدفعه اصحابك بيطلعوا اوائل على الدفعه، بيجيبوا مجاميع كويسه، انت نفسك بتجيب مجموع كويس مع انك ما بتذاكرش كويس. فما بالك بقى لو اديت المجال بتاعك او الدراسه بتاعتك حقها، والله العظيم هتلاقي نفسك هتنبسط من نفسك، لان ده المجال بتاعك بعد كده، انت مكمل مع الطب ده باقي عمرك خلاص. فانت المعلومه اللي انت هتاخدها دلوقتي هتوفر عليك بعدين، انت كده كده هتتعلمها، بس بدل ما تتعلمها بعدين اتعلمها دلوقتي. انا بقول لكم الكلام ده وبقوله لنفسي علشان برضو انا ما بطبقش كل الكلام ده، فبحاول ان انا اديكم النصايح اللي كان المفروض حد يديها لي قبل كده وجت متاخره او انا عرفتها متاخر. بس كده، اتمنى اكون استفدتوا من الفيديو، واستنوا مني الفلوجات الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.